في حيوانات بتتولد عشان تتربى، وفي حيوانات بتتولد عشان تفضل حرة. بس في نوع نادر جدا اتولد علشان يعرف يعيش مهما كانت الدنيا ضده. الحكاية دي عن حصان لو سبته لوحده في أرض آسيا مش بس هيعيش، ده هيعلمك ازاي تعيش زيه. في مكان اسمه منغوليا، الأرض البرد فيها ممكن يكسر العظم، والجوع فيها مش إحساس، ده اختبار. اتولد الحصان المنغولي اللي لو شفته لأول مرة ممكن تقول عادي، بس تعالى نقرب شوية. جسمه قصير ومتين كأنه معمول عشان يتحمل مش يتباهى. رقبته سميكة وقصيرة وفيها قوة هادية، وشعره كثيف كأنه متحدي الريح مش بيجري وراها. لونه بين البني والرملي، وأحيانا في خط غامق ماشي في ظهره زي توقيع الطبيعة عليه. بس الحكاية مش في شكله، الحكاية في اللي جواه. جسمه الصغير شايل قوة مش سهلة، يمشي أكتر من 80 كيلو في اليوم من غير ما ينهار. بيعيش على أكل بسيط ويحفر في التلج عشان يوصله. جسمه بيحمي نفسه من البرد، وشعره في الشتاء بيبقى زي درع، وحوافره قوية لدرجة إنه مش محتاج حديد. وكل ده عشان المكان هو اللي رباه. أرض واسعة ومفتوحة ما فيهاش أسوار ولا أمان سهل، بس فيها حرية كاملة وقسوة كاملة. ورغم القسوة دي مختارش يعيش لوحده. الحصان المنغولي بيعيش في قطيع، كلهم مع بعض بيتحركوا كأنهم روح واحدة. لو في خطر بيحموا بعض، ولو في طريق بيمشوا سوا. ومع الوقت العلاقة بينه وبين الإنسان بقت أعمق، ما كانتش مجرد وسيلة، ده كان شريك حياة بيعتمدوا عليه ويعيش معاهم. لحد ما في يوم حد فهم قيمته بجد. جنكيز خان ما اختارش أجمل حصان، اختار اللي يستحمل. جيش بسيط على خيول بسيطة قدر يغير خريطة العالم. يمكن الحكاية ما تبقاش عن حصان وبس، يمكن عن حاجة جوانا كلنا، حتة شكلها عادي بس شايلة كتير، بتتعب بس بتكمل من غير ما تشتكي. الحصان المنغولي مش بيجري عشان يبان، هو بيجري عشان يعيش. وفي النهاية هو مش بيكمل عشان يثبت حاجة لحد، هو بس بيكمل زي ما اتعود وزي ما الحياة علمته من غير كلام. ولو في يوم حسيت إنك بسيط أو مش واخد حقك في إنك تتشاف، افتكر إن في كائن في مكان بعيد شكله عادي، بس كل خطوة بيخطيها كانت سبب إن الحياة تمشي لقدام. ويمكن ده كل اللي نحتاج نفتكره، إنه مجرد إنك مكمل ده في حد ذاته كفاية.